مباراة الرجاء ضد مولودية وجدة يوم الأربعاء 17 يناير 2023 ما كانتش مباراة عادية بحال أي مباراة ديال كرة القدم. والسبب هي اللافتة اللي رفعتها جماهير كورفا السود واللي كانت موجهة لحفيد نيلسون مانديلا، واللي كانت رد على تصريحات ديال حفيد مانديلا في افتتاح الشان بالجزائر، واللي طالب بإنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا واللي هي الصحراء الغربية المغربية. نرجعوا للرسالة ديال جماهير الرجاء باش نفهموها أكثر ونتعمقوا فيها. الرسالة اللي كانت تحت عنوان صغير مانديلا، المستعمرة الوحيدة المتبقية في إفريقيا هي أورانيا. أول حاجة غنبداو هي نتعرفوا على أورانيا. قبل سنة 1991 وهي السنة اللي تم إلغاء سياسة الفصل العنصري، كان جنوب إفريقيا كتعيش على سياسة التفرقة ما بين السود واللي عندهم البشرة البيضاء، وأصحاب البشرة السوداء ما كان عندهم حتى دور في البلاد، بل أكثر من ذلك كانوا كيعيشوا بوحدهم وما عندهمش الحق يحتكوا مع ذوي البشرة البيضاء. لكن هادشي غيتغير بعد إطلاق سراح الزعيم نيلسون مانديلا سنة 1990، واللي بقى تقريبا 28 سنة في السجن، وهو اللي غادي يلغي الحكم العنصري اللي كان من بعد ما غيرجع رئيس ديال البلاد سنة 1994، وبذلك غيصبح أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا. هاد التغيير غادي يعجب بزاف ديال السكان اللي كانوا مضطهدين في جنوب افريقيا، لكن في المقابل ما غاديش يعجب اشخاص اخرين اللي كيرفضوا القوانين الجديده اللي جات، وهادشي اللي غادي يخليهم يأسسوا في منطقه اسمها اورانيا بجنوب افريقيا، نظام خاص بهم اللي كيمنعوا فيه التعامل مع السود، واللي كيطمحوا من هنا 3 سنوات باش يستقلوا على جنوب افريقيا، واللي بالمناسبه عندهم علم خاص بهم وقوانين خاصة بهم. وتقريبا عدد السكان اللي عايشين في أورانيا أكثر من 2500 نسمة. إذا نقدروا نستنتجوا بلي رسالة جماهير الرجاء صحيحة، وبلي أورانيا هي المستعمرة الوحيدة اللي كاينة في إفريقيا، واللي السكان ديالها باغيين يستقلوا عن جنوب إفريقيا. أما حفيد الأموال، عفوا حفيد مانديلا، فراه عنده معلومات خاطئة بخصوص الصحراء المغربية. ما عارفش باللي تم تصفية الاستعمار في الصحراء ورجعت إلى حضن الوطن من بعد مؤتمر مدريد سنة 1975 اللي كان ما بين المغرب موريتانيا وإسبانيا. كاين اللي غادي يقول لي وراه حتى سبتة ومليلية مازال محتلين من طرف إسبانيا، وهادشي صحيح والمغرب ما غاديش يفرط فيهم، لكن هاد جوج ديال المدن المحتلة كيتعتبروا تابعين للاتحاد الأوروبي، حيت تحتلوا في القرن 15 و 16 ميلادي، أي قبل مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 اللي حدد مصير المغرب كمستعمرة أوروبية. انتهى الدرس، نتلاقاو في حلقة جديدة.